منتخب مصر الثاني ليه؟ انا مش جاي اتكلم على ماتش الاردن ولا اتكلم على ماتش الكويت ولا اتكلم على ماتش الامارات ولا على البطوله العربيه كلها. بس اللي حصل هنا حصل في كاس العالم تحت 20 سنه وحصل في كاس العالم تحت 17 سنه، وعلى الاغلب هيحصل في افريقيا الجايه عادي. وفي كلام للاسف ما ينفعش يتقال في فيديوز في اوقات معينه، يعني الواحد كان عارف مدى كارثيه المنتخب ده من فتره، بس مستحيل اطلع اتكلمه في بطوله. ومش انا بس، الناس كلها كانت عارفه ومحدش كان راضي يتكلم، لانه الوقت ما كانش يسمح لاي حد خالص انه يتكلم عشان المنتخب ده داخل على بطوله ولازم نسانده. ما خلاص اصل تم الاختيار، فمفيش اي حاجه تتغير. اول حاجه تبين ان احنا كنا رايحين رحله مش بطوله لما كابتن حلمي طولان بنفسه طلع قال انا جيت بالصدفه، وان احنا كنا بنفاضل ما بين كابتن طلعت يوسف وكابتن حسام البدري، بس كابتن هاني ابو ريده قال لك مش عيب نجيب مدرب كبير زي دول يمرن شهرين ثلاثه. ومن هنا انا عرفت ان هم رايحين دريم بارك مش رايحين يلعبوا بطوله. تاني حاجه بقى لما القايمه نزلت وفي المعسكرات اللي فاتت للمنتخب ده، هو ايه الهدف او ايه الفكره؟ دايما اي منتخب تاني بيتعمل بيكون ليه هدف، فهل احنا بجد نظرنا كان قاصر لدرجه ان كل الهدف بالنسبه لنا ان المنتخب ده يتعمل يروح يلعب البطوله يخسر 3 ماتشات ويرجع؟ المنتخب التاني ده المفروض بتاخد فيه العناصر الصغيره تديها خبره او العناصر المبشره اللي هتشارك مع المنتخب الاول في الفترات الجايه، لكن منتخب اصغر 2 لعيبه فيه هم ياسين مرعي ويحيى زكريا اللي عندهم 24 سنه، فده منتخب مع شات مش منتخب معمول للمستقبل. هاخد مثال والله ومش قصدي بيه تقليل من اللعيب نفسه، محمد بسام ايه الهدف من وجوده وان هو يبقى حارس المنتخب ده الاساسي؟ هل بسام عنده اي فرصه في السنين الجايه ان هو يبقى الحارس الاساسي او الحارس رقم 2 او حتى رقم 3 لمنتخب مصر؟ على الاغلب لا، والراجل سنه مش صغير، فموجود هنا بيعمل ايه؟ مش كان الاولى تاخد حارس صغير زي حمزه علاء مثلا اللي اكيد هيبقى له دور مع منتخبات مصر في الفتره الجايه، وكان حارس المنتخب الاولمبي في اخر اولمبياد؟ هتقولي ما بيحتكش وما بيلعبش والراجل مش في قائمه الاهلي لسه ولسه هيتسجل في يناير. هقول لك ما هو انت رايح بمنتخب تاني اصلا، منتخب تعده للمستقبل. وايه برضه فرصه ان عمرو السوليه او قفشه او محمد شريف او ميدو جابر يبقوا موجودين مع المنتخب الاول؟ برضه الفرصه تقريبا صفر. فكان الشيء الوحيد اللي ممكن يشفع للمنتخب ده ان هم بقى يروحوا يوصلوا لنص النهائي او النهائي او ياخدوا البطوله. هنا هنقول والله احنا عملنا منتخب جامد وما بصيناش للمستقبل، بس بصينا ان احنا ناخد البطوله الحاليه. لكن انت لا عملت ده ولا عملت ده، انت رحت بمنتخب قوامه غريب جدا وخسرت ماتش وتعادلت ماتشين وخرجت من الدور الاول. فاحنا رحنا البطوله اتفضحنا ورجعنا، فعشان كده كان لازم اسال